أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في برنامجكم المستثمر الصغير. معاكم أحمد مندور وفي حلقة جديدة مع ضيف مهم جدا، يعني كلنا بنستناه ومحتاجينه في الوقت الحالي. معانا اللواء أسامة الجمال. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية حابين نتعرف بحضرتك كده بشكل سريع. أنا اللي هو دكتور مهندس مستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وحقيقي يعني سعيد إن أنا أشارك شباب في إن إحنا نعمل توعية لشباب المصري. مصر زاخرة بالشباب وتلتين سكان الشعب المصري شباب، يعني حوالي نسبة 66% شباب. فأنا سعيد إن أنا بتعاون مع شاب وهنخاطب الشباب في مسائل كبيرة هنحاول نبسطها مع بعض بأسلوب بسيط إن شاء الله. جميل جدا. أول سؤال معانا، الولاء والانتماء المجتمعي عبارة عن إيه؟ 3 كلمات: الولاء والانتماء والوعي المجتمعي. الانتماء إن الإنسان يحس إن هو منتمي إلى مكان أو جماعة من الناس، زي الانتماء للأسرة، الانتماء لمهنة معينة، الانتماء لبيئة هو بيعيش فيها، الانتماء لحزب سياسي، الانتماء للوطن. فده بيتولد منذ النشأة في الأسرة، ثم الخروج للبيئة المحيطة، ثم الانتماء لوظيفة أو لنادي رياضي، أو في النهاية بيؤدي إلى الانتماء والإحساس بالانتماء للوطن. الانتماء بيغذيه مجموعة من العطاءات من الوطن للإنسان، إن الوطن يوفر للإنسان الأمان والرخاء والاستقرار، فيبدأ الإنسان يحب الوطن. ببساطة كده يحب وطنه، فتنشأ عنده الرغبة في إنه يرد الجميل للوطن. رد الجميل للوطن هو الولاء. الولاء مش الانتماء. الولاء بقى، تمام. الولاء بيتولد نتيجة الانتماء، نتيجة إن أنا انتميت للوطن ده. الوطن ده اداني الدفء من أول الأسرة، من رعاية الأسرة ثم لغاية لما أكبر. الوطن يعلمني، الوطن يحميني، الوطن يوفر لي الرخاء. فلما أكبر أحس إن أنا عايز أرد الجميل. رد الجميل ده هو الولاء. الولاء هو إن أنا أبقى جاهز إن أنا أدي، أعطي للوطن، من أول الإخلاص في العمل وحب الناس وحب الخير للناس اللي معايا في نفس الوطن، لغاية إنه أقصى درجات الولاء إن أنا أضحي بحياتي نفسها علشان الوطن يعيش. كل دولة لازم تغذي فكرة الانتماء في ولادها عشان ينشأ عندهم الولاء الكامل. الولاء الكامل اللي هو الرغبة إن أنا أضحي بحياتي عشان الوطن يعيش. يعني عايز أقول إيه؟ لو أي دولة في العالم وصل بيها الحال إن كل ولادها عندهم استعداد يموتوا عشان هي تعيش، الدولة دي لن تموت أبدا. يبقى الانتماء بيولد الولاء. طيب، الانتماء والولاء دول بيبقوا عايزين محيط من الوعي، يعني يحاطوا بشيء من الوعي. أنا منتمي وموالي لدولتي، لكن لازم أكون واعي، اللي بنسميه الوعي المجتمعي. يعني لازم كل فرد في المجتمع في الحالة الانتمائية دهيت يكون عنده وعي، عارف. احنا كنا نقول ده زمان ايه، لازم تكون عارف حاجة عن كل حاجة. صح. وبعدين لما تدخل الكلية أو مجال تعليمك تعرف كل حاجة عن حاجة. يعني أنا مهندس لازم أعرف كل حاجة عن الهندسة، أنا طبيب عيون لازم أعرف كل حاجة عن طب العيون، بس في نفس الوقت لازم أعرف بقية التخصصات، لازم أعرف كل مجالات الحياة، لازم أفهم شوية سياسة، لازم أفهم شوية اقتصاد. يعني ما بقاش طبيب مثلا ويتقال قدامي في تضخم ما ومش يعرفش يعني فاهم إيه يعني إيه تضخم. تضخم، أو تعويم العملة، أو الطلب والعرض والطلب. ما ينفعش برضه أبقى طبيب أو مهندس أو أيًا كنت وما عنديش فكرة عن الوضع العسكري بتاع بلدي، جيش بلدي وتكوين قوات الأمن فيه. لازم أبقى فاهم برضه قضايا المجتمع، لازم أبقى عارف يعني إيه نسيج وطني، يعني إيه مواطنة. لازم كمان أبقى عارف شوية معلومات عن البيئة عشان أقدر أحافظ عليها. البيئة مكوناتها الأساسية هي التربة اللي هي الأرض، تمام. والمياه، والهوا. وده لازم أشارك فيهم عشان ما أسهمش بشكل بعدم وعي إن أنا ألوث البيئة اللي أنا عايش فيها، سواء التربة، الأرض. الأرض دي بتزرع، والزرع ده بياخد من الأرض، ياكل منه الحيوان وياكل منه الإنسان. فممكن لو اتضر الحيوان أرجع ناكل الحيوان أو أشرب اللبن الحليب منه، فالسلسلة الغذائية السلسلة تؤدي في الغذائية. النهاية إلى انهيار الصحة. فلازم يكون عندي وعي
مجتمعي بكل قضايا المجتمع. طب حياتنا مكونة من إيه؟ في عناصر كتير ومجالات كتير بنعيشها. السياسة، أنا مش عايز نفهم برضه إن السياسة هي السياسة بتاعة السياسيين والناس الكبار، لا، 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 بمنتهى البساطة. لمّا يتقال لك أنت كمواطن تعالَ في انتخابات لازم تشارك، دي اسمها مشاركة سياسية، ودي سياسة داخلية، عشان ما تسيبش المجال لحد تاني يدخل البرلمان يشرّع لك قوانين أنت مش راضي عنها بعد كده، فلا بد من المشاركة السياسية دي. الاقتصاد حاجات بسيطة خالص، معلومات بسيطة عن الاقتصاد، بس لازم تكون فاهمها. برضه شوية معلومات عن يعني إيه قوة اجتماعية، يعني إيه مجتمع. برضه المج ال 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 التكنولوجيا، لازم يكون عندك فكرة عن التكنولوجيا، مش لازم تكون مهندس تكنولوجيا، لكن عندك فكرة الدنيا رايحة فين، التكنولوجيا أبعادها وصلت لفين دلوقتي، لإنك هتستخدمها في الموبايل، هتستخدمها في التابلت، هتستخدمها في الإنترنت، أيًا كانت شغلتك، حتى لو أنت فني بتشتغل، حتى لو أنت فلاح في الغيط، أنت محتاج الأدوات دي النهارده للتواصل ولمعرفة الأخبار. في كل مجالات الأمن السيبراني، لازم تبقى عارف إيه اللي تقوله في التليفون. التليفون النهارده بيتجسس إمم. عليك، وبيعرف معلومات عنك، وبيتاجر عليك، بيدّي المعلومات دي لجهات معيّنة ممكن يستخدموها لأغراض سلمية زي التسويق، يعني ده و بيحصل فعليًا. وممكن يستخدمها ضد بلدك لو أنت بتقول كلام في التليفون لا يصح إن هو يتقال، حتى لو كنت في فترة تجنيدك أو سمعت كلام أو بيدربوكوا على حاجة معينة وفي وقت يكون في أزمة والّا حاجة، أنت ممكن كده تتحول إلى جاسوس مثلًا لو في وقت الحرب. إمم. فده ملخص الوعي المجتمعي. ال3 لا ينفصلوا عن بعض، وال3 لازم يتغذوا، يعني الانتماء دايمًا بيبقى ليه شقين، شق الارتباط بالأرض والمكان، والارتباط بالزمان، بالتاريخ. عشان كده في أحد أنواع الانتماء هو الانتماء التاريخي، ومصر أغنى دولة بالتاريخ، فعندنا فرصة كويس أوي إن إحنا نزوّد الانتماء، وده حاصل بالفعل، يعني من أكتر دول العالم، وده كلام ما باقولوش عشان إحنا مصر وعلشان أنا مصري، لأ ده حقيقة، من أكتر شعوب الأرض انتماءً وتمسّكًا ببلدهم هم المصريين. المصريين. علشان كده تلاقي لمّا يحصل مثلًا أزمات في العالم، أول حاجة شعوب الأرض البلاد دي تسيبها وتمشي. يعني حصل مثلًا حرب في أوكرانيا، فأول أسبوعين في الحرب الأوكرانية 10.000.000 أوكراني خدوا شنطهم ومشيوا، سابوا بلدهم، ده يمكن يدل إن ما فيش انتماء ولا ولاء. ما فيش انتماء. إنما في مصر ما ذكرش التاريخ إن في أي أزمة، حرب أو هجوم عدو أو أزمة اقتصادية، مجاعة، عطش، إن المصريين سابوا بلدهم ومشيوا، بالعكس، إمم. ده كل الناس تسيب بلادها وتيجي مصر. فعلًا. لإن إحنا أكتر شعوب الأرض انتماءً، ليه؟ أحد الأسباب من وجهة نظري الانتماء التاريخي، والانتماء التاريخي في مصر بالذات متاخد من الدين، لإنه التوراة نزلت على أرض مصر، الإنجيل إمم. سيدنا عيسى قبل ما تنزل عليه الإنجيل، ومن أول آيات الإنجيل اللي نزلت على سيدنا عيسى: "اصنع مذبحًا للرب في وسط مصر." كمان ارتباطنا بالدين الإسلامي إن جدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السلام. مصرية، المصرية. فده خلّى الشعب المصري معجون بالتديُّن، لو يعني جاز التعبير، معجون بالتديُّن، فارتباطه بالأديان، الكتب السماوية كلّها تاريخ، فتلاقي الانتماء التاريخي عند الشعب المصري قوي جدًا، وده من أحسن وأقوى أنواع الانتماء، لإن ده بيخلّي جذور الانتماء أعمق، تمتد في أعمق وأعمق. وكلما كانت جذور الانتماء ممتدة في عمق، كلما تقدر تتسلّق في المستقبل ويبقى عندك رؤية أبعد. عشان كده إحنا كمصريين مقتنعين تمامًا إن بلدنا باقية ليوم القيامة، يعني ممكن كل دول العالم تنهار أو يتغيّر اسمها إلا مصر، وده يوثّقه لمّا نيجي نقول الكلام ده. ممكن حد يقول لي: "طب دليلك إيه؟ أنت بتقول الكلام ده وخلاص يعني كده أهوّة من باب يعني الافتخار." لأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال: "فإنهم وأهليهم في رباط إلى يوم الدين." وادخلوا مصر إن شاء فده الله بكل آمين. العمق التاريخي، الفكرة دي كلّها بتخلّي انتماء المصريين وولائهم لبلدهم ما لوش حدود. عشان كده إحنا عدونا بيدوّر دايمًا على إنه يفقدنا الحالة الانتمائية، علشان الانتماء مرتبط بالولاء، الانتماء هو اللي بيولد الولاء، إمم. فنفقد الولاء زائد تغييب المجتمع، ما يبقاش في حالة الوعي المجتمعي. يحبط الشباب ويقلل عنهم الوعي. بالضبط كده، بالضبط. وطبعًا كل التوجه ناحية الشباب.
السؤال التاني، هل يمكن إن التاريخ يعيد نفسه تاني؟ التاريخ بيعيد نفسه لمن لا يقرأه. بمعنى؟ من لا يقرأ التاريخ يكرر أخطاءه. يعني زي ما آه. بيقولوا المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين. والمؤمن يقرأ، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا نزّل له في القرآن في آية تقول له إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقُص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، صدق الله العظيم. القصص القرآني تلتين القرآن تاريخ، لو خدنا بالنا هنلاقي تلتين القصص القرآني تاريخ، وتاريخ ليس للتسلية ولكن لأخذ الدروس والعبر. اللي ياخد الدروس والعبر ما يقعش في الغلطة تاني، يقول لك المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين. عشان كده أول بيقولوا مرّة أنا اتلدغت يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده على سهوة، لكن تاني مرّة لو ما خدتش بالك، أنا آسف يعني بين قوسين كده، تبقى غبي. صح. فالأغبياء الذين لا يقرؤون التاريخ يكررون الأخطاء typical بالملي، كربون زي ما بنقول عشان كده بالبلدي الناس كده. بتقرا في التاريخ إن هو يتعلم عشان يستحدث لازم نقرا بالماضي. التاريخ مش للتسلية، إمم. لأخذ الدروس والعبر، whatever. الدروس المستفادة والعبر، فما نكررش الأخطاء. من لا يقرأ التاريخ يعني هاجيب لك مثال من التاريخ. كان تشرشل رئيس وزراء إنجلترا، هتلر بيضرب لندن ليل ونهار بالصواريخ والطائرات، فكان لمّا يبدأ الضرب يضربوا الإنذار ويخش تشرشل ينام في المكتب، ويقول لهم لمّا الضرب يخلص صحّوني من النوم، في المخبأ بتاعه أو في المكان الآمن اللي هو فيه. فيقولوا له: "أنت ليه بارد كده؟ يعني أنا آسف يعني ليه هادي كده؟ أنت ليه قال لهم: "شوفوا أنا هانتصر في النهاية." يقولوا له: "بعد كل الضرب ده، ده لندن يعني نُصّها اتدمّر." يقول لهم: "أنا هاكسب الحرب." يقولوا له: "طَب أنت واثق ليه كده؟" فيقول لهم: "أنا أقرأ التاريخ وهتلر يجهل التاريخ." إمم. وبالفعل هتلر كرر غلطة خطيرة جدًا عملها، ضيّع جيشه كله في الصحراء السيبيرية لمّا هاجم روسيا في مدخل الشتا، فنزل التلج قضى على الجيش الألماني كله، واتضح فعلًا إن كلام تشرشل صح، وانتصر هو في النهاية واتهزم هتلر. دي ليه؟ لإنه لا يقرأ التاريخ. دي خلّينا نسأل سؤال تاني، هو إيه العامل المشترك في سقوط الإمبراطوريات القديمة زي العثمانية والإمبراطوريات دي كلّها؟ شوف خلّينا لمّا نتكلم عن الإمبراطوريات ده مجال تاني بقى. ربنا ليه حكمة سبحانه وتعالى، إنه ما فيش حد يفضل فوق على طول، وما فيش حد يبقى تحت على طول. يعني أنا عشان مهندس كهربا، عندنا في الكهربا بنقول إشارات الكهربا الترددية اللي هي ذبذبات الكهربا إمم. الترددية دي، بتبقى حاجة اسمها sine wave، طالع دايمًا نازل. فوق، إمم. تحت، طالع، نازل. طالع نازل. يعني اللمبة اللي إحنا بنشوفها دي هي مش منوّرة على طول، هي بتنوّر وتطفي حوالي 50 مرّة في الثانية. لكن إحنا عشان سرعتها عيننا ما ما بتدركش ده، بتلقطش ده. فدي سُنّة الكون وسُنّة الحياة. فتبُص تلاقي أي إمبراطورية لازم يعني زي ما قالوا كلما طار طير وارتفع، يبدأ بعد كده إيه، يبدأ ينزل تاني. كما طار إيه، وقع. ونهاية الصعود هي هنثبت شوية، كنا بناخدها في الرياضة دي زمان، آه. نثبت شوية وبعدين تبدأ نقطة الإيه، الانقلاب، الانقلاب. نبدأ النزول. دي سُنّة كونية. دي سُنّة كونية. طَب أنا عايز أغيّر الواقع، مش هتقدر تغيّر الواقع. يعني ما تقدرش تغيّر مصير إمبراطورية، حتى لو حبّيت تغيّر أنت ممكن تأسِّس للصح، اللي بعد كده ستتسبب في بلدك إن هي تاخد الطريق الصح وتصعد في الصعود اللي جاي، لإن كل هبوط لإمبراطورية يوازيه على طول صعود لإمبراطورية صح. تانية. صح. فأنت لو عايز تبقى من المجددين، حُط الأُسس اللي تخلّي بلدك تبقى على الطريق الصح وتصعد عندما يسقط الآخرين. لكن أنت ممكن تتولد في بلد تعيش فيها 100 سنة، للأسف تكون فترة هبوط، هبوط. تعوز تعيش فترة حياتك كلّها في القاع، قاع اللي هو الصعود والهبوط. يعني زي عجلة العربية، نبُص لعجلة العربية بتلِف، العربية عشان تمشي لازم العجلة تلِف، فلو أنت رسمت نقطة على العجلة هتلاقي النقطة دي حتى لو فوسفور بالليل كده أهوّة، نازلة هتلاقي صح. النقطة دي ما بين نزول وطلوع. وميول، مرّة كده ومرّة كده، وصعود ونزول وميول وهكذا. دي سُنّة الحياة، وما حدش يقدر يك ي ي يغيّر يغير فيها، فيها. لإن دي سُنّة كونية وسُنّة الحياة. ربنا خلقها كده، زي ما الأرض بتلِف وليل ونهار، زي ما الشمس بتلِف، زي ما القمر بيلِف حوالين الشمس، زي ما الشمس بتلِف حوالين نفسها، وهكذا. طيب سؤال آخر الناس كتير بتسأله، هل سد أثيوبيا أثّر فعلًا على مصر أو أثّر على المياه المصرية والّا لأ؟ ببساطة خالص والمصريين زي ما بيقولوا بيفهموها وهي طايرة. لا أنا ولا حضرتك متخصصين في المَيّة.
صح. ولا أنا اشتغلت قبل كده وزير ري، لكن نعقلها كده بالراحة. النهر النيل بينبع، أولًا بيمُر على 11 دولة، يعني بينبع من حوالي 9 دول، 9 دول. ويمُر من السودان ويصُب في النهاية في البحر مرورًا بمصر برضه، عشان كده بيسمّوا مصر دولة المصب. بينبع من الهضبة الاستوائية اللي فيها بحيرة فيكتوريا باختصار، تمام. فيكتوريا، والهضبة التانية الهضبة الأثيوبية. الهضاب ليه بقى بيحصل فيها أمطار؟ الهضاب يعني مرتفع عن الأرض، فبييجي الشمس بتبخّر الإيه، المَيّة من المحيطات، فيطلع السحاب شايل مَيّة، اللي هي المَيّة المكثفة دي، إمم. فوهي ماشية كده في أمان الله تلاقي هضبة، فتضطر إن هي تصعد لإيه، لفوق. لأعلى. فوق درجات الحرارة إيه، منخفضة، منخفضة، فتبدأ تنزل فالمَيّة دي أمطار. تتكثّف، أول ما تتكثّف لمّا تطلع لفوق تبدأ تكوّن قطرات مَيّة فتمطّر. وبالمناسبة يعني إحنا هنا طبعًا إحنا ما بنشوفش في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر مطر في مصر، لكن دولة زي أثيوبيا مثلًا المطر فيها على أشده في أغسطس، اللي هو قمة الفيضان. فعشان كده الهضبة الاستوائية اللي هي فيها بحيرة فيكتوريا، والهضبة الأثيوبية اللي هي فيها بحيرة بحيرة. تانا، دول الاتنين هُم منبع النيل تقريبًا، نقدر نقول المنبعين الكبار. تمام. هضبة تانا بتصُب أو بحيرة تانا بتصُب في نيل، فرع من النيل اسمه النيل الأزرق. وبحيرة فيكتوريا منبع النيل الأبيض. النيل الأبيض والنيل الأزرق بيتقابلوا مع بعض في مدينة الخرطوم عاصمة السودان. طيب مصر بقى بييجي لها مَيّة قد إيه؟ إحنا حصتنا 55.5 مليار، بييجي لنا حوالي 85% منهم من النيل الأزرق، و15% من النيل الأبيض. بيتجمعوا عند الخرطوم ويكملوا مشوارهم لغاية مرورًا بمجموعة من السدود معمولة في السودان بالاتفاق مع مصر وبمراقبة وإدارة مصرية سودانية. بحيث إن إحنا متفاهمين تمامًا في هذا الموضوع، لغاية المَيّة ما توصل لبحيرة ناصر خلف السد العالي، ومصر بعد كده بتتحكم في تدفق المَيّة طبقًا لمعدلات بقى توليد الكهربا أو معدلات المطلوبة لري الأراضي الزراعية، ودي طبعًا ليها وزارة كاملة قايمة عليها. طيب الهضبة الأثيوبية اللي بييجي لنا منها 85% دي تهمنا، عشان كده لازم ندرسها كويس ونفهم. الهضبة الأثيوبية بترتفع حوالي 2 كيلو ونُص عن سطح البحر. يعني نقدر نقول إن الهضبة الأثيوبية اللي فيها بحيرة تانا أعلى حوالي 2400، 2500 متر عن إسكندرية، عن رشيد اللي هي مصب النيل إمم. ودمياط. يعني المَيّة جاية جري من ارتفاع حوالي 2 كيلو ونُص، حد يقدر يوقّفها؟ لأ. طيب جات أثيوبيا عايزة تعمل سد بتقول عشان تولد الكهربا، أهلًا وسهلًا. قُلنا لها طيب إحنا ما عندناش أي مانع إن أنتِ تولدي كهربا، ولو عايزة كمان تزرعي وتنمية يعني بكل مشتملاتها ما عندناش مانع، لكن في مشكلة عندنا دلوقتي. عايزين أولًا أنتِ لمّا هتبني السد ده عشان تعملي بحيرة ورا السد تولد كهربا حجم مَيّة تخزين جامد، فهنبدأ نفتح العيون بتاعة السد فتدّي تدفق للمَيّة وتدّي تدوّر كهربا. توربينات فتولد كهربا. طيب حضرتِك لو قفلتِ السد دهوّة وكان الإيراد بتاع الفيضان اللي بتيجي لنا منه حصتنا قليل، يبقى ممكن في السنة اللي أنتِ هتقفلي فيها عشان تملي ما يجيلناش حصتنا. صح. طب عايزين نتفق مع بعض على قواعد الملء، يعني بدل ما تقفلي خالص السد وتمليه في 3 سنين مثلًا، عايزين نملاه في 7 سنين، بحيث تاخدي حصتِك وإحنا ناخد حصتنا، تدريجيًا. تاخدي حصتِك تخزنيها ورا السد وإحنا تفوتي لنا حصتنا عشان إحنا كمان نشتغل. تمام. أثيوبيا تعندت وقالت لأ، وطبعًا مش بعيد بقى إن أثيوبيا واخدة يعني حُقنة شجاعة كده من كام دولة، من اللي هم ما بيحبّوش مصر أو ما بيحبّوش الخير لمصر. ما علينا، إحنا أعدائنا عارفينهم كويس وعارفين نتعامل معاهم. طيب النقطة دي أثيوبيا ما رضتش تتفاهم فيها. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل يشاء ربنا السميع العليم سبحان الله، في خلال ال5 سنين اللي قررت أثيوبيا تملى فيهم السد بتاعها، إن ييجي فيضان ما حدّش عارف هو جاي إزاي، مَيّة كتير جدًا. تملى السد أول سنة تملى وهُم لسه بيبنوا السد، قفلوا، راح مالي البحيرة وراح معدية المَيّة وجاية لنا. تاني سنة، تالت سنة، رابع سنة، خامس سنة، المَيّة بتيجي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، السد مش قادر يوقّف المَيّة. وجالنا بالمناسبة في ال5 سنين دول حصص من المَيّة مش عايز أقول يمكن أكتر من حصتنا فعلًا. كمان. طيب يبقى مسألة الملء دي إيه، خلاص خلصنا منها. دي كانت مشكلة نقدر نقول من 2011 وإحنا بنتكلم فيها، خلاص دي خلصت خلاص، عدّينا إحنا المرحلة دي. طيب مشكلتنا التانية مع السد الأثيوبي، إن تكون أثيوبيا مش بانياه كويس. كنا عايزين نبقى عندنا ناس مراقبة عشان نراقب بُنى السد ونشوفه هل هو متحقق فيه
عوامل الأمان، يعني مبني كويس. طبعًا مهندسين الإنشاءات يعرفوا الكلام ده، وأنت بتبني عمارة مثلًا يقول لك العمود لازم يبقى فيه كذا سيخ، والسيخ صح. كذا مللي، وخلطة الأسمنت يبقى فيها كذا مثلًا شكارة أسمنت على كذا متر رمل على كذا متر سن، كده المواصفات بتاعتها تبقى كويسة. عدا ذلك يبقى غش، أو الخرسانة معششة اللي هي مش مدروسة، مش مضبوط. كل ده أنا عايز أشوف بعيني عشان أضمن إن السد ده ما ينهارش. طب لو انهار هيعمل مشكلة، يعمل مشكلة، هيغرق السودان. طيب وهيعمل فيضان عندي. طب برضه أثيوبيا تعنتت وقالت لأ، أنا هابنيه منفردة وما حدش يراقب عليَّ، برضه واخدة حقنة شجاعة من مين؟ من الناس اللي مش عايزة لنا الخير، الناس اللي إحنا غلبناهم في 6 أكتوبر، الناس اللي عمالين يلفوا حوالينا وبينخوروا حوالين مصر. يا سيدي ماشي، طيب عملنا إيه بقى إحنا؟ عملنا إجراءاتنا اللي تستوعب لو السد انهار. السد شايل خلفه دلوقتي حوالي 64 مليار متر مكعب من المَيّة. طيب بحيرة ناصر عندنا بتشيل 162 مليار مَيّة لو هي مليانة، وعندنا مفيض توشكا بيشيل حوالي أكتر من 20 مليار. فبدأنا بقى نعمل إجراءاتنا إن المَيّة دي لو السد انهار، إن إحنا نستوعب المَيّة دي في بحيرة ناصر وفي مفيض توشكا. وبالنسبة للسودان بقى. السودان طبعًا كان موقفه متغيّر طوال المفاوضات، ما كانش معروف موقف ثابت للسودان. للأسف في عهد البشير كانوا شغالين بنظام، يعني شوف مصر عايزة إيه ونعمل العكس، عشان كان في يعني أيديولوجيات معيّنة دينية أو ما شابه ذلك. لكن طبعًا السودان مضرور، في الحالتين مضرور، وزي ما شُفنا إحنا يعني النهارده الوضع بقى واضح تمامًا و مين اللي هيتضرر. وهل أثيوبيا جايبة فكرة السد دي من دماغها والّا حد مقترح عليها؟ كويس إنك سألت السؤال ده، لإن فكرة السد الأثيوبي اتعملت سنة 1963 لمّا جمال عبد الناصر الله يرحمه بدأ يفكّر يبني السد العالي وينظّم حركة مياه النيل لخدمة توليد الكهربا في مصر، وخدمة زراعة أكبر كم من الأراضي الزراعية مع الاحتفاظ بالمياه طوال السنة، يبقى ري دائم طوال السنة. طبعًا راح للبنك الدولي، القوى اللي ما بتحبش مصر منعت تمويل السد، فاضطر يأمم القناة واستعان بالاتحاد السوفيتي وبنى السد. فبدأت بقى يعني الناس اللي ما بيحبوش الخير لمصر يحطوا بقى يعني أفكار ويدرسوا إزاي يمنعوا المَيّة عن مصر من المنبع أساسًا. فبدأوا يفكروا في فكرة بناء السد الأثيوبي ده من 1963، يعني الكلام ده من كام سنة النهارده؟ داخل أهو في حاجة قبل أنا ما و50. اتولد ب6 سنين تقريبًا. حاجة و50 سنة. يعني 62 سنة مش كده، آه، 62 سنة تقريبًا. وهُم بيفكّروا يبنوه. لكن الفرصة جات لأثيوبيا إن هي تبدأ في السد ده في حالة اللخبطة اللي حصلت في في 2011. 2011 وما سُمي بثورات الربيع العربي. طيب نكمّل بس عشان الناس تبقى فاهمة موضوع المَيّة أوله عن آخره. أولًا المَيّة ما حدش يقدر يوقّفها، والريس السيسي لمّا راح البرلمان الأثيوبي قال لهم كده: "أن النيل يجري بأمر من الله، ولن يستطيع أحد أن يوقفه." خلّي بالكم مش هيُقف، ده نهر من أنهار الجنة، وربنا كاتب كده إن هو يصُب في مصر ويروي أهلها. طيب إيه المشكلة التالتة بقى في سد؟ خلاص مسألة الملء عدّيناها، هو اتملى خلاص. طب مسألة إنه ينهار جاهزين، لو انهار ينهار براحته، إحنا هنستوعب المَيّة دي كلّها وما فيش أي مشكلة خالص. وأنا باتكلّم برضه بلسان ابن البلد العادي خالص، أنا لا متخصص ولا أنا وزير، ممكن الأرقام اللي أنا باقولها ما تكونش مضبوطة أوي، لكنها برضه قريّبة من الصح. ما هي مش ضرب من الخيال، هو أهم لكنها حاجة المادة. قريّبة. ممكن المختصين يقولوا كلام إمم. أكتر من اللي أنا باقوله وأرقام أدق شوية، لكن أنا باتكلّم بلسان المواطن المصري العادي خالص. طيب إيه المشكلة التالتة بقى؟ المشكلة التالتة إنه زي ما جه السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها 5 سنين فيضان كبير وعمل الانتعاشة اللي إحنا فيها دلوقتي من المَيّة، إحنا ما شاء الله عندنا مَيّة يعني ما شاء الله. ييجي بقى الجفاف الممتد أو الجفاف. إيه بقى الجفاف والجفاف الممتد؟ الجفاف الممتد نتذكر أيام سيدنا يوسف عليه السلام، 7 العُجاف. أمّا قعدنا 7 سنين عجاف ما فيهاش مَيّة خالص جات. صح. طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ ساعتها أثيوبيا لو قفلت السد خالص كده حصة مصر ما تجيش. طب كده إحنا هنموت؟ برضه أنا باطمن الناس. إحنا لسه قايلين دلوقتي بحيرة ناصر فيها كام متر مكعب؟ 162 162 وتوشكا فيها حاجة و20. يكفّونا.
يكفّونا قد إيه؟ إحنا بنستهلك في السنة نقول 55 يكفّونا 3، 4 سنين. بغسيل وخلّي العربيات. بالك بقى مع إيه، إن إحنا كشعب لازم نعترف إمم. إن إحنا مُسرفين جدًا في استخدام المَيّة. فعلًا. يعني إحنا الشعب الوحيد اللي بيمسك خراطيم المَيّة ويرُش لمجرد إن هو يكيّف الهوا، يقول لك أنا أدّيها مَيّة كده في الشارع عشان تجيب لي طراوة بتاعة العصارة. العربيات بتتغسل بمَيّة الحنفية وليست فعلًا. مَيّة معمول لها إعادة تدوير. مُسرفين جدًا في المَيّة. يعني أقدر أقول إن إحنا لو حصلت المشكلة دي فعلًا لا قدّر الله، ودي ما بتحصلش كتير، لكن إحنا حرصًا على الأمن المائي المستمر في الحاضر والمستقبل للشعب المصري، لازم نحط كل الكلام ده في اعتباراتنا، إنه ممكن نُفاجأ السنة الجاية بإن في 7 عجاف، ما فيش السنة دي سيدنا يوسف موجود عشان عشان نحلم وهو يفسّر لنا الحلم، فنُفاجأ بده. طب ده لو حصل والجفاف فعلًا جه لمدة 7 سنين، خُد عندك قناة بحيرة ناصر بحيرة ناصر، بحيرة وكل المفيد وسائل تشكر. تخزين المَيّة في مصر إحنا مخزّنين بحيرة ناصر، ثم خزّان أسوان، ثم قناطر أسيوط، ثم بحيرات توشكا، كل ده تخزين للمَيّة في مصر، يكفّينا بالمعدلات استهلاكنا دي 4 سنين. الحالي، طب مستهلك الحالي. لو بقى عملنا بقى ترشيد للاستهلاك، يكفّينا 8 سنين. يعني حتى لو جه بقى الجفاف الممتد اللي هو حصل زي أيام سيدنا مصر برضه إن شاء الله محفوظة. طب معنى كده يا فندم إن إحنا نسيب حقنا في المَيّة؟ مين قال الكلام ده؟ في كل المحافل الدولية الرئيس بيؤكد إن إحنا لينا حق، وإن تصرفات أثيوبيا أحادية الجانب لازم هيكون لها رد في يوم من الأيام. يعني معنى كده يا فندم إحنا ممكن نحارب عشان المَيّة، مين جاب سيرة الحرب دلوقتي؟ الدنيا ماشية كويسة أهي. أولًا إحنا لو حد أيًا كان حاش مَيّتنا أو منع مَيّتنا إن هي توصل لنا ودي مسألة حياة أو موت، هنحارب طبعًا، بس مين جاب سيرة الحرب دلوقتي؟ معروف إن أي وطن في حالة إن أنت تمِس ببقائه ما فيهاش حل غير إنه يحارب. صح. لكن أنا باقول إن فكرة الحرب أو الكلام عن الحرب أو استخدام القوة العسكرية بعيد جدًا، جدًا في مسألة السد الأثيوبي. إحنا اتكلمنا أهو في ال3 احتمالات، صح. لو حد عنده احتمال رابع يقوله لي، لأ، يمكن أنا في يبقى النهارده احتمال. الملء مش ما أثّرش خلاص فعلًا. وخلص الموضوع. طيب أثيوبيا النهارده حاشت المَيّة، تقدر تخش على طول؟ لأ، المَيّة بتعدّي من فوق السد وتيجي لنا. طيب هُم بيقولوا عاملينه عشان الكهربا، أهلًا وسهلًا. أول ما هيفتحوا عشان يولدوا الكهربا، كده المَيّة جاية فين؟ جاية لي. يعني هُم هيولدوا كهربا، هتيجي لي المَيّة. طب لو قفلوا وما ولدوش عندًا في مصر، المَيّة هتعدّي هتعدّي من فوق وتيجي. السد. طب جفاف ممتد، بتخزّن عندنا مَيّة تكفّينا بالاستهلاك العادي 3، 4 سنين. طب لو رشّدنا الاستهلاك بقى وبدأنا نعرف قيمة المَيّة، لا والله تكفّينا كتير. يعني مصر يا فندم محروسة؟ آه والله. مصر بلد الأمان، حتى الأمن المائي متوفّر؟ آه والله. شكرًا. مين بقى زعلان من السد؟ ماشي، اتفضل. لكن حق مصر عمرنا ما هنسيبه، وحق التاريخي في المياه النيل عمرنا ما هنسيبه، بس دبلوماسية هادئة وبالراحة وناس فاهمة. عشان كده الرئيس لمّا الناس بدأت تتكلم بعدم وعي وعدم فهم لمسألة المَيّة، قال لهم إيه من حوالي 4 سنين كده، بطّلوا هري، اللي مش فاهم يسيب اللي فاهم يشتغل. اللي صح. مش فاهم يا جماعة يسيب إيه، اللي فاهم يشتغل. وعمره ما هيضيّع ولا عسكري مصري هيضيّع حق مصر في نقطة مَيّة. مش هاقول الريس يعني، ولا عسكري مصري. ده يخلّينا نسأل سؤال مهم جدًا، إيه العلاقة بين الزمن والتاريخ؟ وهل الماضي ليه تأثير على المستقبل بشكل واضح والّا في حاجة خفية؟ إمم. هو ده بقى يعني سؤال فلسفة يعني. آه. العلاقة بين الزمن بيصنعه دوران الأرض بالنسبة لنا إحنا كبشر. بالنسبة لنا إحنا كبشر الزمن بيصنعه دوران الأرض حوالين نفسها بيصنع اليوم، ودوران الأرض حوالين الشمس بيصنع الفصول الفصول والشهور والسنة. السنين. ده الزمن. فالزمن بيجري من قبل خلق الإنسان. الأرض بتلف والزمن موجود والأيام حتى قبل خلق الإنسان. فلما الإنسان اتوجد على الأرض الزمن موجود، لكن نشأ ما يسمى بالتاريخ. التاريخ تأريخ الأحداث. فطول ما البشرية كانت عايشة على الكرة الأرضية وما فيش حد كتب الأحداث، فالتاريخ تايه في ضروب الزمن. إمم. حصلت حاجة سنة 100,000 قبل الميلاد، حد كتبها؟ ما اتكتبتش، ما بقتش تاريخ، تايهة في الزمن. إلى أن تُكتب الأحداث هنا ينشأ التاريخ. فنقدر نقول إيه بقى؟ إن التاريخ
البشرية كان تايه في ضروب الزمن، إلى أن مين اللي كتبه ودونه؟ مصر. مصر. كان تايه التاريخ أو الأحداث تايهة في ضروب الزمن، مش لاقي حد يمسكها. لغاية ما وصلنا لحرب مين اللي الرشيد. مسكها وكتبها وسجلها إمم. ودونها؟ ومن يومها نبدأ عرفنا إيه اللي حصل وإيه اللي كان لما اتكتب التاريخ المصري في البرديات وعلى جدران المعابد و. فأنا دايما حتى بقول إيه، إنه يعني من الخطأ إن إحنا نقول إن مصر دولة تاريخية أو ضاربة في جذور التاريخ. ده التاريخ هو اللي جنسيته مصري، إن التاريخ كان تايه في الزمن إلى أن مصر كتبته، فأصبح تاريخ البشرية جنسيته مصري. عشان كده نلاقي إيه، علم المصريات، ما تلاقيش علم الروسيات مثلا، أو ما تلاقيش علم الأستراليات، أو ما تلاقيش علم الأمريكانيات، تلاقي علم إيه؟ المصريات. إيه علم العلوم المصريات؟ دي العلوم التاريخية اللي بتأرخ لتاريخ البشر. يعني اللي عايز يعرف الحكاية من أصلها يقرأ التاريخ اللي كتبته مصر. فدي علاقة التاريخ بزمن. من وجهة نظري كان الجزء الثاني من السؤال كان إمم. كان إيه فكرت؟ التاريخ والماضي. بالنسبة لعلاقة الماضي والزمن. والحاضر والمستقبل، دايما الإنسان إحنا بنقول من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. يعني إحنا كلنا معظمنا نشأتنا يعني في كورة وكده، فكان لما طفل صغير يتكلم كلام الكبار يقول لك الواد ده عجوز. ليه؟ لأنه بيتكلم كلام الكبار. طب إيه اللي خلى الولد ده كده؟ أكيد خبرات، أكيد قراءات، أكيد حاجة أضافها لعمره الحالي، فبقى بيتكلم وكأنه هو عنده 8 سنين، كأنه عنده 20 سنة. طب تعالى بقى من يقرأ التاريخ كله، يقرأ 7000 سنة من التاريخ مثلا المصري وهو عنده 40 سنة، يبقى أصبح فمن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. من وعى الماضي وفهم الماضي يستطيع أن يحلل الحاضر ويستقرئ المستقبل. إحنا دايما يقول لك فلان ده خبير استراتيجي. يا سيادة الخبير قول لنا هو إيه اللي ممكن يحصل قدام؟ هو في حد يعلم الغيب؟ لا. طب أمال الخبير بيتكلم بناء على إيه؟ بناء على فهمه للماضي، لأنه خبير فخبر، يعني عرف اللي حصل وفهمه ووعاه وقادر يربط أحداث الماضي بأحداث الحاضر، وبالتالي يستقرئ المستقبل. ودايما لما بنستقرئ المستقبل ما بنقولش سيناريو واحد، كذا بنقول عدة سيناريو. سيناريوهات. لأن أنا لو قلت سيناريو واحد هو اللي هيحصل يبقى أنا بقول أنا عرفت الغيب. الله، أنت عرفت منين الغيب؟ فأبدأ أقول والله اللي بيحصل دلوقتي قد يؤدي إلى كذا سيناريو 2 سيناريوهين 3 4 5، وأنا بخبرتي يعني أرجح السيناريو الفلاني. يعني طب لو جينا نعرف الاستراتيجية ببساطة هي عبارة عن إيه؟ لأن إحنا دايمًا نشوف الاستراتيجية ديّة مصطلح مشهور في مجال العسكرية عامةً، ودخل في الفترة الأخيرة في الbusiness كله بدأ يستخدم الاستراتيجية. الاستراتيجية نفسها بتكون مكونة من إيه؟ أو عشان أقدر أقول إن أنا عملت ببساطة استراتيجية ناجحة. ببساطة خالص الاستراتيجية هي خطة. تمام. ليه نشأت فكرة الاستراتيجية؟ أولا دي مصطلح لاتيني قديم كان بيستخدم في الحروب وخطط الحروب العسكرية على مستوى الدولة أو الإمبراطورية. ليه يستخدم بقى النهاردة؟ إنه أي دولة فيها شعب، لها شعب ولها ثروات، عندها ثروات، فبتبدأ الحكومة تعمل خطة لكيفية إدارة الثروة وكل الموارد الثروة اللي في الدولة عشان تحقق للناس اللي هي عايزاها. خطة. يعني إيه خطة عشان أحقق للناس اللي هي عايزاها؟ أنا مثلا على مستواي الشخصي في بيتي كرب أسرة بشوف والله أنا مرتبي كام وأبدأ أعيش على قدي. أقول والله إحنا هناكل في الأسبوع مثلا مرة لحمة، مرة سمك، مرة فراخ، والباقي نقضيها علشان المرتب يكفي، عشان في فواتير وفي دروس وفي مش عارف مصاريف وفي مواصلات وفي علاج وعايزين نحوش عشان المصيف وعايزين اللبس الموسمي كل 6 شهور صيفي وشتوي. دي كده كونك قعدت مع نفسك ورتبت أمورك وحسبت مرتبك هيكفيك قد إيه في فترة معينة ولظروف معينة، أنت استراتيجية. عملت خطة، بس ما نقدرش نقول عليها استراتيجية. خطة. لو بقى جه بقى رب البلد بقى، يعني اللي هو رب الأسرة الكبيرة اللي هو الحكومة، رئيس الدولة والحكومة، وعملوا الخطة دي باستخدام موارد وبترول بقى وغاز وكهرباء ومية وكل ده
عشان يحققوا لل100 مليون اللي هم عايزينه من لبس وعلاج وتعليم وطرق ودفاع وحماية و اللي هي الاستقرار والحماية والرخاء، يبقى أنت كده اسمها استراتيجية. فالاستراتيجية هي كيفية إدارة موارد الدولة لتحقيق اللي الناس عايزاه. إيه اللي الناس عايزاه؟ عايزة تحس بالأمان والاستقرار. الأمان والاستقرار لو اتحققوا في بلد في الحاضر والمستقبل لأهلها، كده البلد دي اسمها حققت أمنها القومي. عشان كده بنقول إن في علاقة بين الاستراتيجية القومية والأمن القومي. والأمن القومي. إنك لو عملت خطة كويسة يعني استراتيجية كويسة وقدرت تكفي شعب دولة معينة تحقق له الأمان والرخاء، يبقى أنت حققت الأمن القومي. بإيه؟ بالاستراتيجية دي. طيب نكمل بقى اللي بدأنا بكلامنا بيه بالانتماء والولاء. لما تحقق للناس اللي هي عايزاه من رخاء واستقرار، يحصل عندهم الانتماء، فيبدأ الانتماء يولد الولاء في إطار من الوعي طب المجتمعي. خلّينا نشوف يعني مثلًا عندنا إحنا مثلًا في مصر أهو، اهم. يعني ممكن ما نبقاش يعني زي أمريكا، بس الولاء والانتماء في مصر للشعب المصري مش زي أي دولة تانية في إحنا العالم. أحسن من أمريكا، إحنا ليه بتقول إن إحنا مش زي أمريكا؟ مش قصدي، أنا قصدي من إحنا ناحية أحسن من الولاء أمريكا. يعني. إحنا في عندنا هنا بيوت فيها شبابيك وأبواب أقدم من دولة أمريكا نفسها. مش باتكلم على آه، تاريخ، أنا آه. باتكلم على اقتصاديًا. اقتصاديًا إحنا أغنى دولة في العالم برضه، ربنا قال في القرآن كده. بس الموضوع مش فلوس ودهب، آه. إحنا أغنى دولة، ده ربنا قال عننا في القرآن إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض، بسم الله الرحمن الرحيم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا باقول أهو صدق الله العظيم، مصر أغنى دولة في العالم. فما تقولش أنا مش زي أمريكا، لأ إحنا أحسن من أمريكا. أنا وجهة نظري كده، دي بلدي، بلدي أحسن من أي بلد، طبعًا. واللي يزعل يزعل بقى. أنا طب آه. إزاي يعني أنا باشوف عن نفسي الولاء والانتماء للمواطن المصري مش زي أي دولة في العالم، ما دي جاي نابع منين دي ده؟ نعمة من ربنا، أصل قال لك خير أجناد الله في الأرض. عارف لو كان قال خير أجناد مصر كان ممكن الزمن يغيّرهم، إنما آه. هم خير أجناد مين؟ الله. الله، فخلاص ده ربنا اللي حافظهم وهو خالقهم كده ومنقيهم. شعب مصر منتقى على فكرة، يشاء ربنا إن مصر كل مكان متوسط في العالم، كل البشر يعدّوا عليها، تجارة، هجرة، حِج، وهي تنقي، أيوه عايزة ده، أيوه هات ده، لا امشي، لا يمشي. فتبُص تلاقي استقرّوا في مصر مين؟ اللي ربنا اللي عايزهم ربنا عايزه. يستقرّوا في مصر، فعلًا. عشان ينجبوا خير أجناد مين؟ الأرض. الله خير وجنود الله. في الأرض، في الأرض. خير أجناد الله في في الأرض. الأرض، دي مصر. أنت عايز حاجة تاني؟ لمّا ربنا حَب يأمِّن سيدنا عيسى بعته فين؟ بعت بعته مصر. أمريكا؟ بعت بعته مصر. مصر، مصر عاصمة الأمن والأمان بتاعة ربنا، ربنا حاميها بنَفْسه. وخلّي بالك أي حد يعوز يمِس مصر بشر، هو اللي هيوقّع نَفْسه في الشر، ده عشان ربنا حاميها بيتحدى ربنا. عشان كده في ناس كتير يخافوا من مصر، هم عارفين ده كويس، عارفين ده كويس، فيخافوا من مصر، يقول لك دي فيها حاجة مش طبيعية، ده شعبها ما لوش كتالوج، وقعدوا احتاروا هم يوصفوا إزاي الشعب ده. إحنا ظاهرنا إن إحنا مثلًا الناس تفكّر إن إحنا فقرا، إحنا أغنيا، بس نرجع لربنا شوية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلًا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، والله تلاقوا الأرض دي تطلّع خير، وتلاقوا الأرض تطلّع دهب وبترول بس إحنا نرجع لربنا شوية، لإن الناس برضه بدأت تتدلّع شوية. إمم. فنفسي بس الناس ت ت ترجع لربنا، ومش هنقعد بقى يعني نرجع لربنا نقعد في لأ، بطّلوا نكذب، نحب الخير لبعض، النضافة، نضافة الشارع، نضافة البيت، النضافة في نَفْسك، نضافة اللسان. والله لو رجعنا للحاجات دي بس، نرجع لأصلنا بس. عايزين جملة بتاعة صلاح الدين. صلاح الدين الأيوبي أنا كنت قُلت يعني دعابة كده في إحدى اللقاءات لمّا الناس طبعًا النهارده يقول لك إيه، فين صلاح الدين؟ طب ما هو صلاح الدين مش هيرجع إلا بصلاح الدين، وزي ما باقول تاني صلاح الدين مش إن إحنا نقعد في المساجد ونبقى دراويش، الدين المعاملة يا جماعة، أنت بتصلي أنت حُر، ما بتصليش برضه أنت حُر، أنا مش عايز منك من الدين إلا المعاملة، تعاملني كويس، تبتسم في وشي، ما تكذبش عليَّ، ما تنافقنيش، لمّا تبقى صنايعي وتدّيني ميعاد ادّيني ميعاد والتزم بيه، ما تكذبش، الدين المعاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنما بُعِثت لأتمم مكارم الإيه؟ الأخلاق." ولمّا سمع 3 شباب بيقولوا إيه، واحد بيقول أنا هاقوم الليل كله أصلّي مش هانام، والتاني قال أنا هاصوم الدهر كله مش هافطر، والتالت قال لن أتزوج النساء، مين قال إن الدين كده؟ فقال لهم إيه، أما والله أنا أنا أخشاكم لله يعني أنا باخاف ربنا أكتر منكم عشان تبقوا عارفين، مش أنا النبي أهو، بس إمم. أنا باخاف ربنا أكتر منكم،
ومع ذلك أنا باقوم من الليل شوية وأنا وأنام، أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس فأنا مني. بنقول عشان ييجي فينا صلاح الدين لابد من صلاح الدين. والفكرة في إيه؟ إن الناس يقول لك إيه، فين إمتى ييجي صلاح الدين عشان يحرر القدس؟ وكانت نكتة كده سمعتها إمم. أوي يعني دعابة. الواحد بيقول إيه، اللهم ابعث صلاح الدين، فجه صلاح الدين. فلما جه صلاح الدين قالوا له قال لهم أنا جيت أهو، أنا سمعت حد بيدعي إن أنا آجي، ما أنا جيت أهو، عايزين إيه بقى؟ قالوا له يالّا بقى القدس بعد أنت ما حررتها سنة 1187 للأسف احتلت تاني، فيالّا عايزينك ترجعها. قال لهم يالّا أنا جاهز، يالّا تعالوا معايا فكل ما يخش على واحد يقول له تعالَ معايا في الجيش عشان نطلع نحرر فلسطين والقدس، يطلع له بحجة، يقول له والله أنا مش فاضي دلوقتي، أنا والله بس أصلي عايز أجوّز الولد، طب أنا بس بابني بيت وعايز أصُبّه بس كده عشان الحديد ما يصدّيش، طب أنا رايح مصيف بس عشان بقى لي سنتين باقدّم وما بيجيليش. كل واحد طلع بحجة دنيوية. فقال لهم: الله، طب ما أنا كده ما هاحارب إزاي؟ ما أنا مش لاقي حد إيه أيوه. أحارب بيه، أنا هامشي. بس بعد كده لمّا حد يدعي يقول إيه، اللهم ابعث صلاح الدين ومعاه رجالته، لإن يعني ما معناه جيت زمانكم ما لقيتش آه. إيه، ما ما لقيتش لقيتش الرجالة. رجالة أحارب بيها. فهي الفكرة مش فكرة صلاح الدين، الفكرة في صلاح الدين. لازم إن نبدأ إحنا من يبقى صلاح عندنا الدين دين، نفسه. وباكرر تاني، مش إن إحنا نقصّر الجلاليب ونمشي نقعد في المساجد نتدروش لأ، الدين المعاملة. لمّا سيدنا عمر بن الخطاب لقى شاب قاعد بيصلي طول النهار في المسجد، فقال له: "يا ابني مين اللي بيصرف عليك؟" قال له: "أخويا بيشتغل، أنا اتفقت أنا أخويا يشتغل و ويأكّلني وأنا وأنا أصلّي. أقعد في البيت أصلي وأدعي له." قال له: "أخوك أحسن منّك، إن الحياة بتعمر بالشغل مش بالقعدة في المساجد." فعلًا. معايا. في سؤال مهم جدًا لازم نسأله بالذات في الوقت الحالي، هل العولمة شكل جديد من أشكال الاستعمار؟ ده حقيقي، العولمة تعريفها هي سيطرة المستعمر القديم على الاقتصاد بتاع الدول المستعمرة القديمة. بمعنى؟ بمعنى إيه؟ كان زمان احتلال الدول سهل. ليه؟ دولة زي مصر أيام الحملة الفرنسية كان تعدادها من 2.5 ل3 مليون إنسان. ده تعداد رسمي حصل في مصر بواسطة أحد جنرالات الحملة الفرنسية اسمه جومار باشا سنة 1800. عمل تعداد بيسموه تعداد مش إحصائي، تعداد تقديري للشعب المصري، وقال إن المصريين ما بين 2.5 ل3 مليون تمام. منتشرين إمم. في كل ربوع مصر، في المليون كيلومتر مربع. كان ساعتها ما فيش نت، ما فيش اتصالات، ما فيش واتساب، عشان الناس تتواصل مع بعضها وتعمل حشد لمقاومة المستعمر. فكان من السهل جدًا في الزمن ده واللي قبله واللي بعده استمرار الاحتلال المباشر للأرض. الاحتلال المباشر والتحكم في مقدرات الناس واستعباد الناس وسرقة ثروات البلد. لكن لما زادت الشعوب وبدأت تظهر وسائل التواصل بينهم، وشفنا في منتصف القرن الماضي أو في القرن الماضي فكرة المنشورات. ما كانش في نت ولا واتساب فكان يعمل إيه؟ أي مفكر بيفكر يحشد الناس عشان يقاوم المستعمر، فيكتب اللي هو عايز يقوله في ورق ويبعتوا. والمطبعة تشتغل وينشره مثلًا في صلاة الجمعة والناس طالعة من المساجد يروح راميه وطالع يجري في الهوا كده، فكل واحد يلاقي إيه، ورقة يقراها إن إحنا مستعمرين في ناس ما بتبقاش دريانة إن إحنا ولا يعرفوا. يعني مش عايز أقول لحضرتك إن الحملة الفرنسية دخلت مصر، مش كل المصريين في الوقت ده عرفوا إن البلد احتلت والمحتل مشي، مع إنه قعد 3 سنين تقريبًا. على عكس السوشيال ميديا دلوقتي. دلوقتي لو دبِّت النملة إمم. فنان طلّق الفنانة الفلانية خلاص كل مصر عرفت والعاملين بالخارج، المصريين بالخارج كمان بيعرفوا فعلًا. عن طريق النت. فكان زمان ما فيش. النهارده التواصل مع زيادة النسمات في الدولة الواحدة، أصبح المحتل بيواجه مقاومة شديدة من حشد الناس ومن أعداد الكتيرة. فبدأ المستعمر القديم يفكر في حِيَل بقى وبدايل، فقال لك إحنا ممكن نستعمر الدول دي بس بإيه؟ بطريق غير مباشر. فبدأ يولِّد قبل ما يسيب بلادنا ويرجع بلاده، يولِّد عملاء. يعني ييجي في الدولة مثلًا زي القارة الهندية، يقسمها 3 دول ويتخانقوا مع بعض، وزرع فيها ناس مواليين ليه. ييجي في دولة زي جنوب القارة الأفريقية، جنوب. ييجي زي الدول العربية، يخلق بؤر مشاكل، ويخلق ناس من الحكام مواليين ليه.
في البداية، ثم مثلًا بالنسبة للمنطقة العربية يزرع دولة زي إسرائيل عشان تبقى شرطي يحمي مصالحه في المنطقة العربية. ده اللي خلّى أول ما إسرائيل دخلت كل الاستعمارات طلعت. على طول، إحنا نلاحظ 48 يا دوب الغرب اتأكد إن الشرطي سكن في مكانه، في المكان المخفر اللي هو بناه له، على حد تعبير ثيودور هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية اللي ألفه سنة 1800 تقريبًا 98. إمم. الغرب مشي، فبدأت دولة زي إسرائيل ترسخ فكرة العولمة أو سيطرة الدول الغنية على الاقتصاد العالمي، وتتحول الدول الفقيرة إلى أسواق، بحيث إيه في النهاية عشان برضه اللي سامعنا ما يتوهش. الموارد الطبيعية بتاعة الدول اللي كانت مستعمرات زمان تتصدر للدول اللي كانت مستعمراها بالطن بملاليم، وهم ياخدوها يصنعوها ويرجعوها لنا منتجات بالجرام بس بالملايين. استعمار يعني احتلال بشكل غير مباشر. باحتلال غير مباشر، سيطرة الأسواق. طيب واحد هيقول إيه، طب ليه إحنا بقى ما ناخدش المواد الخام بتاعتنا ونصنّعها. ونصنّعها ونكتفي، وهُم ما يلاقوش خامات يصنّعوا منها ولا يلاقوا أسواق يبيعوا فيها، إمم. وده طبعًا يجيب الغرب في الأرض أو القوى الاستعمارية القديمة يعني. فييجي بقى يعمل إيه هو؟ هو مين بقى اللي هياخد المواد الخام دي ويصنّعها ويعمل تكنولوجيا؟ العلماء والمفكرين والناس آه. الشاطرة، يبدأ بقى يدوّر عليهم جوّه الوطن وياخدها. العربي، يا ياخدهم يجندهم ياخدهم يشتغلوا لحسابه، يا إما لو رفضوا وطلع عندهم شيء من الانتماء والوطنية ورفضوا يروحوا يشتغلوا لحسابه وعايزين يرجعوا بلادهم يطوّروها ويعمّروها، يغتالهم. إمم. وعندنا سلسلة طويلة من الاغتيالات، فبيجرّفك تكنولوجيًا، يدخّلك في حالة صراع عشان تستنزف قدراتك وكل إمكانياتك، وما تقدرش إن أنت تطوّر البلد، فتفضل موضوع العولمة إمم. والشركات بقى العابرة للقارات والجنسيات تسيطر على الاقتصاد الإيه، العالمي. فده شكل من أشكال الاستعمار البديل. طب ونقف قصاد الموضوع ده إزاي؟ نتكلم بالنسبة لنا إحنا كمصر والّا كعرب؟ في كعرب ظل بشكل عام. التكتلات النهارده اللي في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية متحدين، أوروبا اتحدت عملت الاتحاد الاتحاد الأوروبي. الأوروبي، روسيا الاتحادية، مش عارف البريكس الإيه، كله الإيه، الإيه، اتحد مع كل دي بعضه. يبقى أنا نتكلم أولًا كده الدول العربية تتوحد. طب وليه ما بيتوحدوش؟ ما ده السؤال المهم. أولًا الدول العربية لازم لا بديل عن الوحدة، يعني خلّي السؤال ده نسأله لهم مش ليّا. أنا باقول لهم بقى اتحدتوا ما اتحدتوش ما قدامكمش غير إن أنتم تتوحدوا، لو عايزين يبقى عندكم كرامة، لازم الدول العربية تتوحد، والتوحد مش إن إحنا نعمل جيش واحد، التوحد اقتصاد واحد. بالترتيب كده، إرادة شعوب واحدة، إرادة سياسية للقادة والزعماء والحكام واحدة، اقتصاد واحد، عملة واحدة، تكامل اقتصادي، ما فيش حاجة اسمها أنا رايح دولة عربية أغيّر عملة. آخد فيزا وأغيّر عملة. أنا أطلع بالعملة بتاعتي نعمل عملة موحدة، أوروبا عملتها. في مواجهة الدولار والين والاسترليني واليورو لازم الدول العربية تعمل وحدة اقتصادية، ثم ييجي الدور بقى إن إحنا نعمل قوة عربية مشتركة، جيش عربي موحد. مش معنى كده إن إحنا الصبح هنعلن الحرب على أعدائنا، بالعكس، أنت كل ما أخدت بأسباب القوة بتعمل حاجة اسمها ردع للعدو. طب هل القوة ردع، مثلًا. خلّي بال حضرتك الردع الردع ده آه. هو استخدام القوة من غير ما تستخدمها، إنه just إن أنت عندك مجرد إن أنت عندك القوة، العدو بتاعك زي خلاص النووي. بيعمل حسابك، حتى لو مش نووي، يعني حتى لو ما عندك قوة الردع مش لازم يبقى فيها مكون نووي على فكرة، قوة الردع إن ال22 دولة، 22 شعب، 22 حاكم، 22 اقتصاد، 22 جيش بقوا إيد واحدة، كل دول هتعمل لك حساب، مش هيروح يضرب العواصم العربية وأنت قاعد تتفرج وبتشجب. هيعمل 1000 حساب ساعتها، فيخاف يضرب، ده اللي بيسموه الردع، مش لازم يبقى نووي على فكرة. الردع ده يعني لو جينا نتكلم مثلًا عن اتحاد الدول العربية مع بعض ممكن يقلل من هيمنة الدولار، فهل أمريكا هتسكت على الكلام ده؟ والله تورينا اللي عندها بقى ساعتها، ما هو أنا ساعتها هتعمل إيه؟ هتعمل حرب، يالّا تحارب. هي المشكلة ممكن ما تبقاش حرب ما بشكل هو شوف مباشر. إحنا الخوف من الحرب مش هو الحل، الحرب أنت تمنعها بإنك تقوى،
فبدل ما أوروبا هتبقى هيمنة كاملة، هتبقى هيمنة نُص، نُص، لغاية لمّا شكل العالم يتكتّل ويبقى للعرب فيه كُتلة. يعني إحنا بنقول النظام العالمي النهارده أُحادي القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تمام. متوجه دلوقتي إن في سيناريوهات بتقول إن المستقبل هيبقى النظام العالمي متغيّر. النظام العالمي هيتجه لثنائي القطبية ما بين روسيا وأمريكا تاني بعد صعود روسيا، والّا توحُّد الصين مع روسيا ضد أمريكا فيبقى قطبين، والّا تبقى الصين وروسيا وأمريكا يبقى ثلاثي القطبية يعني متعدد الأقطاب. طب أين العرب من ده؟ العرب خاسرون 100% إذا ما اتوحدوش. أمّا لو اتوحدوا فهم ممكن يبقوا قطب كمان رابع يتعمل له ألف حساب، بما يملكوه من ثروات، ثروات بشرية، مش هاقول ثروات طبيعية، ثروات بشرية أولًا، ثروات تاريخية بيدّيك عمق تاريخي، موقع جغرافي متميز، ثروات طبيعية ما لهاش حصر، ثروات كل كنوز الأرض على فكرة موجودة في المنطقة العربية، كل كنوز الأرض موجودة في المنطقة العربية. أوروبا فقيرة جدًا للخامات، كل كنوز الأرض موجودة في المنطقة العربية وتحديدًا في مصر. طب يا فندم إحنا ما بنطلّعش ليه الخير بتاع مصر ده والبترول؟ ما أنت عندك تجريف تكنولوجي، سنين وعشرات السنين من الاحتلال عمل لك تجريف في التكنولوجيا وعناصر التكنولوجيا. عندك من أول الدكتور مشرفة لغاية من أقل من سنة اغتيالات لعلمائنا أو استقطاب ولادنا عشان يروحوا يشتغلوا برّه. فرسالة لمن يهمه الأمر لازم نحافظ على مشرفة اللي جاي، وعندنا مشرفات كتير. صح. مصر ولّاد، عندنا 100 مليون مشرفة، بس لازم نحمي العناصر دي، وعندنا 100,000 زويل، بس نحافظ عليه ما يستقطبش ويشتغل في بلده. فبكده هنطلّع ثرواتنا وهنتغنى مرّتين، مرّة إن إحنا ما بنصدّرش المواد الخام بتاعتنا، وإحنا الحمد لله بدأنا النهارده إمم. نصنّع. الرخام كان بيطلع بالجبال، النهارده بنصنّعه ونبيعه مضاف، عليه قيمة مضافة. الرمل والسيليكون الحاجات دي كلّها، الرملة، الألوان، عندنا كل ألوان الرملة، البيضا والصفرا والسودا وكل حاجة. بلادنا ربنا قال عنها كلمة تخلّص الموضوع، اجعلني على خزائن الأرض. وفي أحد الإخوة المسيحيين قال لي مرّة في إحدى اللقاءات، ضيف عليها إن في آية في الإنجيل عندنا بتقول إن 90% من أرزاق الكرة الأرضية موجود في مصر، بس محتاجة إيه بقى؟ اللي يطلّعها اللي يطلّعها، بس اللي ويستغلها. يطلّعها يتمسك بالعلم، والعالم أولًا وأخيرًا لازم يبقى واقف على أرض ثابتة من الإيمان بالله. فاكر مصطفى محمود الله يرحمه الله الدكتور مصطفى يرحمه، آه. محمود؟ العلم مع الإيمان، الاتنين دول مع بعض يعملوا توازن كويس. علم بدون إيمان هيؤدي إلى انهيار البشرية. صح. انهيار البشرية على فكرة البشرية بتجري نحو انهيارها بتسابق التسلح والنووي وده، 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 وده. طالما ما فيش دين يحكم شطحات العقل البشري فيؤدي للانهيار في النهاية والزوال. طب سؤال مهم جدًا، هل حرب غزة وإسرائيل كانت تشكِّل تهديد على الأمن القومي المصري طبعًا، والّا طبعًا، بتمثل تحدي كبير. تحدي كبير لإن إحنا على سبيل المثال تاريخيًا وأخلاقيًا تحدّي والّا تهديد؟ واجتماعيًا تحدي. تحدّي مش تهديد. التهديد طبعًا إحنا درسنا في الأكاديمية للشباب مصر النهارده كله الفرق ما بين التهديد والتحدي والتحدي. والمخاطر. التهديد هو وضع تعارض مصالح مع دولة معينة بيهدد بقاء الدولة، يعني دولة اخترقت حدودي وعايزة تحتل أرضي، دي أحاربها فورًا. قد يشكِّل تهديد في المستقبل؟ قد يشكل تهديد في المستقبل لو حصل لجوء قسري إمم. للشعب الفلسطيني بواسطة قوة معينة. وعشان كده لمّا الرئيس يقول خط أحمر، يعني اللي هيعدّيه يعني فيها حرب. ما معنى كلمة خط أحمر؟ إن اللي هيعدّي الخط الأحمر ده يعني لو أخضر والّا أزرق دي لسه يعني الدنيا ممكن هادية، إنما طالما الرئيس قال خط أحمر يبقى يبقى خط اللي أحمر. هيعدّيه يبقى هيموت أو هنحارب عشانه، دي أرضنا وده بقاء دولتنا. لكن أنا بنقول تحدي، التحدي دايمًا بتبقى مشكلة بتأثّر على التنمية. أنا أشوف النهارده اطلع على سينا كده دلوقتي وعدّي من النفق بتاع الإسماعيلية، هتلاقي التريلات واقفة من نفق الإسماعيلية لغاية رفح، مستنية دورها. كل دي تبرعات من الشعب المصري ومن دول أخرى. طيب ما كان أولى بيها فقراء مصر مثلًا على سبيل المثال يعني، إعادة إعمار غزة. المشكلة نفسها النفسية اللي عندنا، كل ما نشوف الناس وهي بتتقطّع والأطفال وهي بتتقتّل، ده في حد ذاته بيسبب لنا ألم نفسي. فعلًا.
لكن مش الحل إن إحنا نساعد إخواننا الفلسطينيين. وقد يكون إن اللي ده اللي بيخلّي الهدف منّه إن هو إثارة العرب بشكل غير أيوه غير طبعًا، مباشر، طبعًا، طبعًا. أنت هو بيستثيرك عشان عشان تفتح تفتح حدودك حدودك وتبدأ و و و و وأولًا يصفّي القضية الفلسطينية، ثانيًا يخلق لك مشكلة ب2.5 مليون لاجئ هيدخلوا عندك هنا، مش هيسكتوا، هيعملوا مشاكل، مؤكد هيعملوا مشاكل. ده خلّينا برضه يعني نسأل سؤال، مصر دخلت كام حرب لإسرائيل؟ لفلسطين آسف. أنا برضه من ضمن الحاجات اللي باسأل كتير، يعني طبعًا بطبيعة شغلي إن أنا باحاضر وبادّي ندوات وبادّي محاضرات، فباسأل دايمًا يا مصريين إحنا مصر بتدافع عن القضية الفلسطينية بقالنا قد إيه؟ يقول لك 1948. طيب شوف بقى، مصر بتدافع عن فلسطين من 1460 قبل الميلاد. 1460 قبل الميلاد خاض الجيش المصري معركة اسمها معركة مجدو دفاعًا عن فلسطين والشام كله. سنة 1290 قبل الميلاد خاض الجيش المصري معركة اسمها قادش بقيادة رمسيس الثاني، الأولانية مجدو كانت بقيادة تحتمس الثالث، دفاعًا عن فلسطين وعن الشام كله. 1187 الجيش المصري في حطين ودي مدينة فلسطينية، ومجدو مدينة فلسطينية بالمناسبة، وقادش مدينة سورية. 1187 الجيش المصري بقيادة صلاح الدين في حطين حرر القدس وفلسطين. 1260 ميلادية الجيش المصري في عين جالوت ودي مدينة فلسطينية دافع عن فلسطين وعن الشام ضد وعن البشرية كلها ضد التتار. طب فلسطين دفعت كام مرّة عن مصر؟ ولا مرة، ما هي ولا مرة. أنا يعني كل دي لأن مصر هي الشقيقة الكبرى. مصر دافعت عن البشرية في عين جالوت، مصر دافعت عن الإسلام إذا جاز التعبير في حطين ضد الحملات الصليبية الغربية اللي هي لا صليبية ولا حاجة، هي كانت برضه جاية عشان تسرق المقدرات وثروات الشعوب. مصر دافعت عن العروبة، مصر هي بلد الأمن والأمان، بوتقة كده ربنا حطها عشان يحافظ فيها على أصول الأشياء. لو دورت على يهودي بيعبد ربنا مش هتلاقيه في إسرائيل، هتلاقيه في هتلاقيه في مصر. مصر. ولو دورت على مسيحي بيعبد ربنا صح مش هتلاقيه في الفاتيكان، هتلاقيه في مصر. ولو دورت على مسلم بيفسر القرآن وبيحفظه هتلاقيه برضه في مصر، مصر. زي ما قال الشيخ الشعراوي. في حاجة شاغلة يعني أغلبية الناس ويعني مخطط يعني اتألف فيه كتب كتير وأغلبيتها من صهاينة ويهود وكلام من ده، مخطط تقسيم المنطقة العربية. خلّينا إمم. نتكلم عنه كده باستفاضة أو بشكل مختصر، إيه الهدف منه ويتعمل إزاي والمخطط ده هل ماشيين فيه إزاي وإحنا دلوقتي في أنهي مرحلة فيه؟ هو مش مخطط واحد، هي عدة مخططات وماشية على التوازي على فكرة، مش على التوالي، على التوازي، بحيث في النهاية هي خلخلة للمنطقة العربية. شوف عشان الناس بس تفهم ببساطة، في حاجة اسمها نظرية كده يقول لك فرّق تسد. المنطقة العربية دي الغرب احتلها سنين طويلة وبيعتبرها من الآخر كده بتاعته. عِزبة بتاعته أو العِزبة الجنوبية اللي فيها الخير كله واللي ما يقدرش يعيش من غيرها. الاحتلال المباشر قُلنا خلاص بقى صعب مع وعي الناس ومع كثرة النسمات ومع سهولة التواصل بينهم عشان يحشدوا ويقاوموا المستعمر، فقرر يمشي ويحط عناصر زي ما حط إسرائيل كده في المنطقة العربية. طيب العرب لو اتجمعوا هيقدروا يهزموا إسرائيل، يبقى لابد من تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة عشان إسرائيل تقدر عليهم كل واحدة لوحدها. فده يعني اللي إحنا عايشينه دلوقتي، إنه في واحد اسمه هنري كامبل بانرمان كان ليه وثيقة سرية، ده رئيس وزراء إنجلترا، وده اللي ادّى الضوء الأخضر لثيودور هيرتزل إمم. لفكرة إنشاء الوطن القومي لليهود أو تبني أفكار هيرتزل، لأن هيرتزل كان مات في الوقت ده، 1904 مات هيرتزل. فتبنى الفكر هنري كامبل بانرمان، وقال يجب تقسيم الدول العربية حتى تستطيع إسرائيل وحدها أن تسيطر عليها وتهيمن عليها. يجب عدم نقل التكنولوجيا للدول العربية. يجب إثارة البلبلة ما بين شعوب الدول العربية. ثم يجب زرع إسرائيل بعد ذلك في المنطقة يعني العربية. ممكن يكون دي الحصار على المؤامرة، دي مؤامرة على الوضع والحصار على العربي. غزة ممكن يكون جزء من تقسيم المنطقة طبعًا ده العربية؟ جزء يعني بسيط من الموضوع. فالمخططات إن إحنا نعمل إيه، إثارة العداوة بين الشعوب، يدخل يدرسك، يلاقي شعب الدولة دي إيه،
الفكر اللي شاغلهم سُنّة وشيعة، يالّا اضرب يبدأ الشيعة في يشيل السُنّة. الشك بينهم. البلد دي فيها مسيحيين ومسلمين، أرثوذكس يضرب مسلم آه، ومسيحي. طب البلد دي فيها مسيحيين أرثوذكس ويضرب مش عارف إيه. طب البلد دي فيها أهلاوي وزملكاوي، يضربهم في بعض. يضربهم، يعمل قناة وموّلها من السر، وطلّع فيها مذيع جاهل مثلًا يعني، يقعد يثير الشباب، فيدخلوا المباريات يموّتوا بعض، وهو مش دريان إن هو أحد الوسائل هدم بلده. في ناس معيّنة هو بياخدهم يعلّيهم، يعلّي الtrend بتاعهم عشان يقولوا الكلام المُسِف والتصرفات المُسِفة والتمثيل المُسِف، فيبقوا أيقونة للشباب، فيضيّع الهوية والأخلاق والمبادئ اللي هي تضيّع الدين. زي ما بنشوف دلوقتي ممكن بيبقى بدل ما يبقى ولاؤه للوطن بقى ولاؤه لنادي معين، مثلًا، وممكن يبيع بلده. تبُص تلاقي ييجي ماتش كورة، تلاقي الولد بيشجّع نادي من بلد تانية على ضد المنتخب. نادي في بلده. إمم. بالرغم إنه المفروض الولاء للوطن في بالأول وفي الآخر. يعني أنا لو وصل درجة التعصب ده يبقى مرض، ده مرض اجتماعي خطير. نتيجة إيه؟ كل دي مخططات، عايزين تخيل يوصلوا بقى. لمرحلة اللي هو مش هنخلّي الشباب المصري يحمل السلاح. ما هو كده، قالوا كده لن نقاتل المصريين مرة أخرى بالسلاح، ولكن سنجعلهم شعب غير قادر على حمل السلاح. بالمخدرات تغييب العقل، وبالإباحيات، القول المباح اللي هو الإباحية. كنا زمان في البلد يقولوا لنا الأباحة، الولد ده أبيح. أبيح يعني بيبيح، بيروح يبيح اللي المفروض لا يباح. الكلمة القبيحة، المنظر القبيح، التصرف القبيح، الإباحية. يقول لك ده قبيح. ليه؟ إنه بيبيح الغلط، بيبيح الحرام، بيبيح اللي المفروض ما يتقالش، بيبيح اللي المفروض ما يتشافش. الإباحية دي اللي هي متمثلة النهارده في حاجات كتير، منها اللي بيطلع على الشاشة، ومنها اللي بيتقال في الكلام، في الأغاني أو في الشعر أو في التصرفات اللي هي الفن يعني عمومًا. ده فن مُسِف أو فن قبيح. طيب عشان المجتمع رافضه، لأ هو يعلّيه يخلّيه trend من عنده، يقدر هو يتدخّل في الباحث بتاع جوجل ده طبعًا. ويخلّيه trend، فيقوم إيه، يفرضه على الناس، فيبقى أيقونة للشباب. يقول لك ده أنا ممكن أعمل trend فيبدأ بقى إيه، واحد يصوّر نَفْسه وهو مش عارف في وضع قبيح، يقول لك عشان أعمل trend. يعني عشان كده ممكن يعني إحنا لمّا بنشوف تطبيق زي تطبيق تيك توك، هو في أساسه تطبيق صيني، إمم. بس مش شغال في الصين، يعني شغال في دول العالم كلّها إلا الصين، إمم. ييجي في الصين إمم. يوقفوه. ده إن كان يدل إن هم متحكمين في الtrend عشان يظهروا trend معيّن في مصر ويخفوا trend معيّن. المهم دي كلّها، المهم كل ده إحنا خلاص وصلت الفكرة. كل ده في النهاية بيؤدي إلى إيه، إلى انهيار القِيَم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فكده الدول تضيع. فتبُص تلاقي مثلًا اللي حصل في 2011 ده متخطط علشان مصر تصبح 5 دويلات، دولة مسيحية، ودولة نوبية، ودولة إسلامية، ودولة يهودية، ودولة مش عارف إيه. ليبيا تنقسم دولة شرقية، ودولة غربية، ودولة جنوبية. السودان، جنوب السودان وشمال السودان وغرب السودان ووسط السودان وشمال السودان وشرق السودان. اليمن الشيعي واليمن السني. مش عارف العراق السني والشيعي والكردي. سوريا وهكذا. فلسطين فتح وحماس. لبنان مش عارف إيه وإيه وإيه. دي كلها مخططات. بيوقّعوا في بعض. دي كلها مخططات لتقسيم المنطقة العربية من 22 دولة لحوالي 54 دويلة. تستطيع ساعتها إسرائيل إن هي تسيطر عليهم. سيطرت عليهم يبقى كده ضمننا إن العرب ثرواتهم تطلع لنا بالطن بملاليم، وإن هم مش هينتجوا فهيحتاجوا يشتروا، فنبعت لهم الخامات بتاعتهم مصنعة، حاجات بالجرام كده، ماوس، كيبورد، آه. موبايل، مش عارف إيه، بالملايين، وخاماتها جاية لنا بالطن بالملاليم. كده هم يعيشوا. طب طب لو وضع خلّينا العرب يحاربوا بعض كمان بقى، هنبيع سلاح، وده موضوع تاني بقى خالص. فكده يبقى هم قاعدين مكانهم وثرواتنا رايحة لهم ممكن إيه، نوصل للمرحلة دي فعلًا؟ ده هم بيخططوا لها دلوقتي. يعني إحنا زي ما إحنا بنشوف هم دلوقتي ممكن بيخططوا يكون دلوقتي يستقطبوا الشعوب العربية إلى قسمين، على أساس مذهبي في الدين. طب عايزين نوعّي برضه الشباب اللي زيي دلوقتي اللي بيتفرّج علينا. عايزين يعملوا قسم شيعي بقيادة إيران، وقسم سني بقيادة تركيا، وده بيسموه الشرق الأوسط الكبير. وده أسس له يعني جورج بوش الابن في 2000 سنة 2000. بس مصر أفشلت هذا المخطط في أهم مرحلة من مراحله، وهي وصول الإخوان للسلطة في مصر بقيادة أردوغان تركيا. فشلناه بثورة 30/6. فأصبح هذا المشروع تقريبًا اتقضى عليه. بيحاولوا تاني يحيوه، لكن مصر دايمًا هي الصخرة اللي بتتكسر عليها كل محاولات
ربنا جعلها كده رمانة ميزان للجغرافيا وللتاريخ، تعدل الميلة دايمًا، بالرغم إن في ناس كتير يعني بيشوفوها إن هي ضعيفة أو فقيرة، أنا باقول لهم لا، لا، لأ، أنتم جهلة، اللي شايف إن مصر دولة ضعيفة جاهل، اللي شايف إن مصر دولة فقيرة برضه جاهل، لإن مصر دولة قوية جدًا ومصر دولة غنية جدًا، يكفي إن هي غنية بالأمن والأمان اللي ربنا كتبه عليها وخلاها ملجأ لكل شعوب الأرض، اللي مش حاسس بأمان في بلده بييجي مصر. آخر سؤال معانا حضرتك لو عندك قدرة تغيّر حدث واحد تاريخي، هيكون إيه؟ والله أنا شخصيًا يعني خايف من مقابلة ربنا مهما كان، سيدنا أبو بكر أحسن من الكل يعني، خير من وطأت قدميها الأرض بعد الأنبياء، قال لو أن إحدى قدمي في الجنة لا آمنوا مكر الله، فاللي زيي بقى غلبان خالص، فأنا خايف بصراحة، يعني فيعني مش عايز أوصل بيها الحال وأقول يا ليتني مثلًا لم أولد، فممكن لو رجعت بالزمن أغيّر إن أنا ما اتولدتش، مع لإن أنا إن خايف مع من إن قضاء خير ربنا. الناس أعلمهم للناس، والله أو أنفعهم يعني للناس بمعنى والله أصح. يعني أنا ما باعتبرش نفسي عالم ولا حاجة، أنا باعتبر نفسي كل ما أتعلم كلما أزداد جهلًا، لإن فعلًا، أنا باكتشف إن أنا مش عارف أي هو حاجة. العلم بحر واسع كل واحد أنت واخد سألتني دروس. وأنا ما فكّرتش، بعصف ذهني كده ما فكّرتش عشان ما اتفلسفش كتير. إمم. حقيقي ممكن لو كان في يعني كده وحلال يعني يغفر لي ربنا لو أنا غلطان، كنت هاغيّر الزمن إن أنا ما اتولدش، وأبقى في الغيب عند ربنا بقى يعني أتنعّم في ملكوت ربنا بالمشيئة لكن طالما أنا اتولدت خلاص وأساسًا ما حدش هيقدر يعني فربنا ينفع بيّا الناس يا رب آمين. ويتقبّلني في الصالحين، إن شاء الله يا رب أكون آخر واحد يدخل الجنة، بس ما ادخلش النار. يا رب دعوة أهي طلعت على الهوا، يا رب أدخل آخر واحد الجنة، بس ما أدخلش خالص النار. باشكر حضرتك جدًا على حل القائمة ديّة، وبإذن الله مش تبقى آخر حلقة، لإن في أسئلة إن لسه شاء كتير الله، هتيجي في إن شاء الله، الكومنتات ولسه هنحتاج نرد عليها على إن الناس. شاء الله. اتشرفت جدًا بحضرتك، تحب تقول حاجة للمشاهدين؟ لا، لا شكرًا، كل طب سنة وأنتم نصيحة طيبين، للشباب. إحنا طبعًا دلوقتي تقريبًا بنسجّل في شهر أكتوبر، آه. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعل مصر كلّها يا رب كده وأيامها كلّها فرحة وانتصار، ومصر بلدنا ما تخافوش عليها والله العظيم، خافوا على اللي ييجي عليها، مصر باقية ليوم الدين، بس أهم حاجة إن كل واحد مصري يشد حيله شوية علشان يستحق إن هو يبقى مصري، لإن خلّي بالك مصريتك دي لازم تجتهد عشان ربنا يقبلك إنك تكون مصري، ولإنك مصري تبقى أحد جنود الله في في الأرض. الأرض، مش أحد جنود مصر، خلّي بالك، أحد جنود الله في الأرض. الجندي مصري هو أولًا جند الله، عشان يحقق مراد الله في البلد اللي هو عملها إيه، زي ما قُلنا أمان. ميزان الكون في الجغرافيا وفي التاريخ، هي دايمًا تعدل المَيّلة مصر دي، وعندنا في التاريخ أمثلة كتير ممكن نتكلم فيها يعني بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين ونشوفكم دايمًا على خير يا رب.